السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. زهقانين ومقريفين؟ تعالوا نعمل مع بعض مخبوزات رائعة نجدد بيها نشاطنا ونجدد طاقتنا ونغير بيها مودنا بإذن الله. وهتنبسطوا قوي قوي ان شاء الله بالنتيجة لما تطلعوها ناجحة 100% ان شاء الله. هنعمل مع بعض منين بالعجوة رهيب، هيعجبكم جدا، احلى بكتير من بتاع الافران. ومن نفس العجينة كمان هنعمل القراقيش السادة، هنعملها زي ما بتحبوها بالظبط، مقرمشة وفي نفس الوقت بتدوب في البق. كل التفاصيل دي هنعملها مع بعض في فيديو النهاردة. بس في الأول يا ريت تكملوا الفيديو ده معايا للآخر، وما تنسوش طبعا انه لو عجبكم تعملوا له لايك وشير مع أصحابكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نسمي بسم الله ونبتدي فيديو النهاردة. اول حاجه بسم الله هبتدي احط طاسه على نار هاديه واحط فيها معلقه كبيره مليانه من الشمر الحب ومعلقه كبيره مليانه من اليانسون الحب، واديهم تحميصه سريعه كده وانقلهم بعد كده في طبق علشان ما ياخدوش تحميصه زياده من سخونه الطاسه. وبعدين ابتدي انقلهم في مطحنه التوابل، اديهم طحنه ناعمه جدا بحيث يبقوا معايا بودره ناعمه وما اضطرش اني انا انخلهم. معايا بعد كده إضافة هايلة وهي 3 معالق كبار مليانين بشكل هرمي بالشكل ده من اللبن البودرة، وده بيخلي الطعم معايا غني جدا. وكمان هحط 3 معالق كبار من السكر البودرة، وكمان معايا معلقة ونص كبار ممسوحين من الخميرة الفورية، ومعايا معلقة واحدة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. وبعدين معايا بولة هحط فيها كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، وابتدي اضيف عليه الاضافات بتاعتي: السكر البودرة، الشمر واليانسون واللبن البودرة والبيكنج باودر، واقلبهم كده مع بعض تقليبة سريعة. وبعدين اضيف نص كوباية من السمسم المحمص، ويا ريت لو محمص طازة بيدي نكهة كده خطيرة. ومعايا كمان 3 معالق كبار من النشا. النشا بقى بيديني الذوبان في البق اللي قلتلكم عليه في الاول، وفي نفس الوقت بيديني قرمشة هايلة. وهحط كمان ربع معلقة صغيرة من الملح واقلب كل ده مع بعضه. وبعدين معايا كوباية ونص من المية الدافية، واحط عليهم الخميرة بتاعتي وادوبهم كده في بعض، واخليهم على جنب علشان اتأكد ان الخميرة بتاعتي شغالة وكله تمام. لو متأكدين ان الخميرة شغالة ومستخدمينها قريب فممكن تستغنوا عن الخطوة دي وتضيفوا الخميرة على طول. دلوقتي بقى نيجي للمادة الدهنية. انا معايا كوبايتين من المادة الدهنية، معايا منهم كوباية ونص من السمنة البلدي السايحة بالشكل ده ونص كوباية من الزيت. تقدروا تخلوها كوباية من السمنة وكوباية من الزيت، او تخلوها كلها سمنة. بس لو كلها زيت بتبقى القراقيش ناشفة قوي وبتبقى غلسة شوية، فيفضل ان احنا نخلط ما بين الاتنين. هبتدي بقى اعمل حفرة كده في نص الدقيق وابتدي اضيف فيه السمنة الدافية بتاعتي، واديها كده تقليبة بالمعلقة سريعة. وبعدين ابتدي اضيف نص كوباية الزيت اللي معايا، واقلب برضو كده بالمعلقة بحيث ادخل كده السمنة والزيت في الدقيق كده بشكل سريع. وبعدين طبعا هبتدي استغنى عن المعلقة خالص وابتدي اقلب بصوابع ايديا بالشكل ده. احاول كده ان انا ادخل المادة الدهنية في كل ذرات الدقيق اللي معايا. وبعد ما بقلبهم كويس قوي كده بصوابع ايديا هبتدي بقى اخدهم بين كفتين ايديا كده وابسهم شبه ما ببس الكعك بالظبط بالشكل ده، لحد ما العجينة بتاعتي تبقى مرملة كده وتبقى عاملة شبه حبات الرمل المندي، يبقى هي كده امتصت المادة الدهنية. وبعد كده هبتدي على طول اضيف السوائل بتاعتي. انا معايا هنا الكوباية ونص من المية الدافية اللي عليهم الخميرة، انا ضفتهم على مرتين، ضفت الاول حوالي كوباية وربع وقلبت كده هشوف العجينة معايا هتحتاج سوائل تاني ولا لا. وانا هنا بجمع العجينة تجميع مش بعجن خالص علشان ما تعملش عرق معايا وتنشف جامد. فبجمع كده واحتاجت طبعا الربع كوباية التاني وضفته كده، وهجمع العجينة واشوفها هتحتاج معايا سوائل تاني ولا لا. وانا معايا احتاجت معايا حوالي ربع كوباية كمان، فضفت لها الربع كوباية وجمعتها لحد ما بقت معايا عجينة طرية جدا زي ما انتم شايفين كده. وهختبرها كده بان هي تتقطع بالشكل ده، ما تمطش معايا، تبقى هي كده تمام. وبرضو هكور قطعة كده في ايدي واضغط عليها، ما عملتش اي تشققات ولا اي حاجة، يبقى هي كده طرية ومظبوطة معايا وكده مش محتاجة اي سوائل تاني ولا اي عجن تاني.
هلمها كده بس كويس على بعضها في البولة بتاعتي، وبعد كده اغطيها بفوطة او بورق استرتش او اي حاجة، واخليها معايا على جنب ترتاح لمدة تلت ساعة. احنا الخميرة قصدي العجينة بتاعتنا مش بتخمر، احنا بنخليها بس ترتاح. بعد ما ريحت العجينة بتاعتي تلت ساعة هبتدي بقى اخد العجينة واخد منها كده بالقطعة، وباخد القطعة دي واكورها كويس كده بين ايديا، واضغطها كده بين ايديا كويس علشان تكون كمان سهلة في الشغل. وبغطي باقي العجينة اللي احنا خدنا منها اللي هي في البولة، بغطيها عشان ما تعملش قشرة. وبعدين ببتدي اخد العجينة بتاعتي دي وابتدي اعملها اسطوانة بالشكل ده، ارولها بالشكل اللي معايا ده. احاول كده ان الاسطوانة بتاعتي تكون متساوية من كل الجهات، يعني ما يكونش فيها تشققات او حاجة. وبعدين ابتدي كده اخدها وابططها بصوابع ايديا بالشكل ده. وهنا بقى اقدر احدد السمك اللي انا عايزاه للقراقيش بتاعتي. انا هخلي السمك عندي اقل سنة بسيطة من نص سنتي. تقدروا تخلوه زي ما انا هعمله او تقدروا تخلوه اسمك شوية. بس اسمك شوية، يعني لما العجينة ترتاح هيفنش شوية كمان فبيكون شكلها ضخم. وكمان لو رقيقة خالص بتتحرق وما بتبقاش احلى حاجة. فالسمك المعقول هو انسب حاجة. وبعد ما بططتها كده هبتدي اشيل الاطراف بالشكل ده، والاطراف دي انا بخليها بحطها في صاج لوحدها في الاخر. او ممكن ان انتوا تعجنوها وتبتدوا تشكلوها من اول وجديد. وبعدين هبتدي اقطع العجينة لصوابع بقدر الامكان متساوية بالشكل اللي معايا ده. وبرضو بالنسبة لعرض الصوابع انا بحب برضو العرض يكون في المعقول، لا هي عريضة قوي ولا هي برضو قليلة قوي في العرض. يعني العرض اللي هو قد نص سنتي ده بيكون معقول جدا. بصوا ده السمك اللي انا بقول لكم عليه، سمكها ده كده برضو معقول جدا. وبعدين هبتدي اخد الصوابع بتاعتي دي وارصها على صاج. الصاج بتاعي مش محتاج يدهن حاجة. ممكن تحطوه على ورقة زبدة او مفرش سيليكون، او ممكن تكتفوا بان هي كده على الصاج، هي فيها مادة دهنية كتير فمش محتاجة حاجة تحتها. هاخد قطعة تاني كده واعملها علشان اكمل بيها الصاج بتاعي. بصوا العجينة بتاعتي ناعمة جدا سهلة جدا وسلسة جدا في الشغل، وده معناه ان العجينة بتاعتي بإذن الله ناجحة جدا. هبتدي بقى اخد الصوابع اللي انا عملتها دي وارصها على الصاج بتاعي. وبرضو اهم حاجة ان انا اسيب مسافات كافية بين الصوابع وبعضها. هي مش هتخمر بس حتى علشان لما تاخد الحجم العادي بتاعها جوه الفرن ما تبقاش ملزقة في بعضها. وبعدين هغطي الصاج بتاعي واخليه يرتاح معايا 10 دقايق مش اكتر من كده. وبعدين هاخد قطعة تاني من العجين وابتدي ارولها بنفس الشكل اللي عملناه مع بعض. والمرة دي بقى هبططها ازود شوية علشان دي انا هحشيها بالعجوة. العجوة بتاعتي معايا هنا ربع كيلو من العجوة. حط عليه معلقة كبيرة من السمنة البلدي وربع معلقة من القرفة البودرة. وعجناها كويس جدا جدا. شايفين العجوة معايا طرية جدا جدا ازاي؟ لازم تبقى بالشكل ده علشان ما تحجرش معايا وتنشف في الحشو. هاخد العجوة بتاعتي واكورها كده وارلها بنفس الشكل اللي انا عملت بيه العجينة، بحيث تبقى معايا برضو كده خط كده اسطواني. وهاخد العجينة بتاعتي ابططها زيادة زي ما قلت لكم، هخليها سمكها رفيع خالص عن اللي انا عملتها صوابع سادة. وبعد كده هبتدي اخد العجوة بتاعتي واحطها في النص بالشكل ده واشيل الزيادة من العجوة. وهبتدي اخد طرفين العجينة بالشكل ده واقفل على العجوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدروا تبططوا العجوة جوه العجينة او تسيبوها اسطوانة زي ما انا سبتها كده. وتقدروا كمان تكتروا كميتها او تكتفوا بكمية معقولة. هبتدي بقى اخد اسطوانة العجينة اللي معايا دي وابططها بصوابعي. هخليها برضو صوابع شبه الصوابع السادة اللي انا عملتها في الاول، بس دي هتبقى محشية بالعجوة. هبططها كده بالسمك اللي اقل من نص سنتي. وبعدين هبتدي اخد السكينة بتاعتي واشيل الزوايد بتاعة العجينة او الاطراف بتاعتها. وبعدين ابتدي اقطعها لصوابع متساوية بقدر الامكان بالشكل ده، وارصها على الصاج بتاعي. نفس تكنيك ال القراقيش السادة اللي عملناها في الاول بالظبط، بس دي محشية بالعجوة. وهبتدي كده ارصها في الصاج بتاعي واسيب مسافات بينها زي ما عملنا في الاولانية بالظبط. وخلاص كده هخلي الصاج بتاعي برضو يرتاح لمدة 10 دقايق.
هاخد دلوقتي قطع كمان من العجينة واكورها كده بين ايديا وانعمها بين ايديا زي ما عملنا في كل مرة، وبعدين اخد برضو اسطوانة العجوة بالشكل ده واقفل عليها. بس المرة دي انا ما بططش العجينة جامد، ما خليتش سمك العجينة رفيع زي ما عملت في الصوابع، انا المرة دي مخليها سميكة شوية، وحطيت جواها اسطوانة العجوة وقفلتها، وابتديت تاني ارولها اسطوانة بالشكل ده. والمرة دي هبططها بسمك وعرض شبه المستطيل بالظبط، يعني هخلي عرضها حوالي سنتي، وهخلي طولها حوالي 2.5 سنتي او 2 سنتي، بحيث اخد الشكل المستطيل اللي احنا بنشوفه في الافران بالشكل ده. بعد ما عملتها وقطعتها بالشكل ده، هاخدها كده واحطها على جنب علشان اجيب ادوات لزق السمسم. هجيب عندي هنا لبن ومعايا سمسم هنا ني مش متحمص. هبتدي اخد قطعة العجين بتاعتي وابتدي اغطسها كده في اللبن واصفيها كويس من اللبن، وبعدين اخدها اغطسها في السمسم لحد ما السمسم يلزق عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. السمسم معايا هنا ني مش متحمص علشان ما يدخلش الفرن ويتحرق. هعمل كده في كل كمية المنين اللي عندي، وابتدي ارصها على الصاج، واكون سايبة برضو مسافات كافية بين كل واحدة والتانية، وهكذا لحد ما اخلص الصاج بتاعي كله. وبعدين اغطيه واسيبه يرتاح لمدة 10 دقايق، ربع ساعة ده كتيره قوي، ما سيبهوش اكتر من كده خالص. وبعدين بعد ما اخلص كل الكمية اللي عندي واخلص كل الصاجات بتاعتي، هبتدي اخدهم وادخلهم على فرن متسخن مسبقا على حرارة 200، ولازم الفرن بتاعي يكون متسخن كويس جدا. هبتدي اخد الصاجات واحطها في الرف الاوسط لمدة نص ساعة، او لحد ما تاخد معايا اللون المظبوط من تحت. بعدين هبتدي اطفي عليها الفرن واشغل الشواية علشان تاخد معايا اللون المظبوط من فوق برضو. وده بقى شكلهم بعد ما طلعوا معانا من الفرن، قد ايه شكلهم حلو وقد ايه لونهم يجنن. القراقيش بتاعتنا خفيفة جدا وهشة جدا، وهو ده بالظبط المطلوب ان احنا نوصله. والثلاث صاجات دول هم الكمية اللي طلعت معايا من كيلو دقيق، وفي كمان صاج كده ما تصورش، يعني هو 4 صاجات. ما شاء الله كمية حلوة قوي من كيلو الدقيق. بيعمل يعني ما شاء الله كمية وفيرة. وانا كاتبه لكم كل المقادير في صندوق الوصف، ما تنسوش بقى تبقوا تبصوا عليها. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهاردة. اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم، واتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها وتعجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد مع وصفة جديدة. كنت معاكم اسماء، وباي باي.